بيبدأ فيلمنا النهاردة مع سلطان البعبع اللي بيكون لسه خارج من السجن وبيقابل شكري وبيقول له انه خلاص تاب. فبقول له تبت ازاي وانت على لحم بطنك؟ مش تعمل لك قرشين الاول يسندوك؟ فقال له انا عندي عملية ليك انت اللي هتخلصها وحلاوتك عندي بالدولار. وبيكون شكري قاعد مع صبري ومعاهم الفلوس، وبيدخل سلطان اللي متفق مع شكري على صبري، وبيدخل الرجالة ومعاهم التمثال اللي هياخدوه بدل الفلوس. بعدين بيحصل غدر من سلطان على شكري وصبري، ومن الرجالة التانية بيغدر عليهم سعادة، وبيبقى مع سلطان سعادة كان متفق معاه من الاول على العملية دي وهم في السجن، وبياخدوا التمثال والفلوس وبيضربوا عليهم نار وبيمشوا. وسعادة بيقول له سلطان الحمد لله ان خدنا كل حاجة، بس كفاية دم بقى يا سلطان. فقام سلطان اخد منه الشنطة اللي معاه واداله طلقة في رجليه وسابه ومشي. بس الرجالة بيشوفوه وبيطلعوا يجروا وراه وهو بيجري، وبياخد شنطة من محل تاني وبيعرف يستخبى في الحمامات، وبيقدر ينقل الفلوس والتمثال في شنطة واحدة، وبيطلع يلاقي شكري وصبري بيجروا وراه، فيقوم رامي سلطان عليهم الشنطة فاضية وبيضحك عليهم وبيمشي. وهم راجعين بيشوفوا سعادة لسه نايم على الارض، وبيقولوا له سلطان فين؟ فقال لهم والله غدر بيا وهرب. وهنا الدكتورة سلمى بتاخد اعتزال من الشغل انها مسافرة بس، وبتلاقي مريضها المشلول مشغل اغاني وبيرقص، فبتقول له يخرب بيتك وانت مش مشلول؟ فبتقول والله انا ما كنتش مصدقاك بس مش هكدب الاجهزة. فقال لها ريحي نفسك، هو شوت برشام بيتاخد قبل الكشف ولا اجدعها جهاز يقدر يكشفني؟ فبقول لها سيبيني يا شيخ حرام عليكي، ما انا قاعد اكل شارب نايم، بتنكدي عليا ليه؟ امشي وسيبيني في حالي. وده بقى سوكا رايح يجيب اكل، بس فجأة بيلاقي 3 بيهجموا عليه ليهم فلوس عنده وبيتخانقوا عليه مين فيهم اللي هياخده، بس بيخلع منهم بالطريقة وبيجي 2 ياخدوه للمعلم علشان كان سالف منه فلوس. وهنا سلطان بيكلم واحد علشان يبعت له التمثال، وبيخرج يلاقي عياله ومعاهم جواب من مراته في الوقت ده، وبيجي عليه رجالة بس بيفضل يضربهم وبيعرف يهرب منهم هو والعيال. وبيكون ابنه مالك عايز يعمل حمام فبياخده بسرعة عشان متأخر على ميعاد الطيارة، وبيقف أول واحد في صف الحمامات وبيخبط على الباب، فبتطلع الدكتورة سلمى فبيسيبها تزعق له وبيدخل حمام. ولما بيخرج بيروح يشتري مية وبيلاقيها غالية فبيزعل الراجل، فسلمى بتقول له انت هنا تاني كمان؟ انا مشفتش بالاسلوب الزبالة ده قبل كده. وبتحاسب هي على المية وبياخدها. وبعدين بيوصلوا المطار، وكمان سلمى بتوصل المطار مع صاحبتها، وبعدين بيدي عياله فلوس وبيقول لهم اركبوا عربية من بره وروحوا لخالتكم علشان انا متاخر. وهو بيعمل التذاكر فبيشوف شكري واللي معاه بيدوروا عليه، وسلطان بيكون خايف على العيال بس ما بيلاقيش حل غير سلمى، وبيروح لها بيحط في ايدها قنبله عشان تسمع الكلام وتاخد العيال توديهم لخالتهم. في الاول ما كانتش موافقه عشان عندها ميعاد طياره، فلما خوفها وقال لها شاهد على نفسك طلعت تجري العيال تاخدهم، بس كانوا خايفين تخطفهم. فبعدين بيشوفوا ابوهم بينادوا عليه بصوت عالي، فكل اللي في المطار بيسمعهم، حتى الرجاله كمان بيشوفوهم وبيطلعوا يجروا وراهم. بس سلطان بيتفاجئ بسعاده واقف قدامه فبقول له بتسلمني ليهم يا صاحبي؟ قال له انت اللي بعتني يا سلطان. فقال له علشان اعرف اهرب خفيف، ولما الدنيا تهدي هرجع اخدك تاني، بس لسه حاليا الدنيا ما هديتش. وقام مديله بالقلم على وشه وطلع يجري، وبتجيله سلمى وبيهربوا. وبعدين بيكلم الراجل اللي هيبيع التمثال فبقول له شوف لي حل عشان انا عايز اسافر. قال له مش قدامنا غير سوكا، هعرف لك هو فين بالظبط واكلمك. فبعدين سلمى بتناديله وبتقول له سيبنا اروح، انا بنت غلبانه غير فاتتني والتيكت اللي ضاعت دي مسامحه فيها، بس بعد اذنك فكني من القنبله دي، اصل العلم حضرتك انا ممكن اعمل. قال لها ايه تعملي ايه؟ انا ممكن اعيط وابهدل لكم الدنيا هنا اقسم بالله العظيم. المهم بتصعب عليه وبقول لها انا رايح بورسعيد وابقى انزلك في طريق، بس ابنه قال له خلي بالك هي لو مشيت في خطر عليك، هي عرفت عنك كل حاجه وهي مش باين عليها انها سهله. فبعدين بيسيبهم في العربيه وبيطلع لسوكا يلاقيه مربوط ونازلين فوق ضرب، والرجاله كانوا عايزين من سوكا 300,000 جنيه، بس ده ما ياكلش مع سلطان في حاجه، فبينزل عليهم ضرب وبياخد سوكا وبيمشي. وهنا صبري عايز يوصل لسلطان وسعاده وبيبقى مش عارف مكانه، بس بيقول له احنا ممكن نوصل لعياله عند بيت خالته. وبيكونوا هما بيفوقوا سوكا من غيبوبه بعد ما سلمى بتفوق وبيحكي لهم انه بقى قطه، فبيقولوا له ايه ده امال دي ايه؟ فبيدخل عليهم اصحاب البيت، فسوكا بيخبط اللي براسه وبيموتها، فبيفضلوا يصوتوا ويلموا عليهم العماره والشوارع كلها فضلت تجري وراهم. وبعدين بيهربوا وبيكتشف ان ابنه مش معاه، فقال لهم ده عيل ومفيش حد هيعمل له حاجه، وبيدي سلمى عنوان البيت علشان توصل بنته لخالتها وتروح هي. فسوكا بيقول له انت فعلا يا سلطان هتسيب ابنك وتمشي؟ فما بردش عليه. وبيكون سلمى والبنت مش لاقيين خالتهم، وبيجي عليهم عصابه شكري وبيخطفوهم، وبيعرفوا سلطان ان سلمى والبنت معاهم، وهم واقفين بيشوفوا الولد في شنطه العربيه مستخبي منها، يعني مش مختفي ولا حاجه. وبيقول له اختك مش هيحصل لها حاجه ويومين وهيسيبوها. الواد بيجري منه وبيقول له على فكره انا مخبي الفلوس ومش هقول لك هي فين غير لما تجيب الاخت. وبينزل يقول له فين الشنطه؟ يالا قام الواد ماسك طوبه وحطها في راسه. فسوكا بيقول له يعني سلطان البعبع اللي قاعد 40 سنه محافظ على وشه يجي عيل صغير وشوه في دماغه كده وبيسال هيعمل ايه؟ فبيقول له هجيب له اخته. وبعدين بيروح للعصابه وبيقوم سلطان يكسرهم ويضرب فيهم كلهم، وسوكا بيفك سلمى والبنت. وبعدين بيجي شكري وصبري يثبتهم وعايزين سلطان يجيب لهم الفلوس والتمثال، بس بيجي مالك ابنه بسلاح ويفجر المكان كله ويهربوا. بس فجاه سعاده بيقابل سلطان ورافع السلاح وبقول له المرتين اللي فاتت ضحكت عليا، بس المره دي خلاص انسى وتشهد على روحك يا صاحبي. فسلطان بيقول له انا كنت فاكر انها تيجي على ايد حد غريب، طلعت في الاخر تيجي على ايد اخويا، اضرب يا سعاده وخلصنا. فسعاده بتاثر وبقول له لا يا اخويا ما اقدرش، بس مش انت اللي غدرت. فسلطان بيرجع له بالذكريات الكدابه وبقول له مش انت فاكر انا عملت معاك ايه؟ وبعدين بيوقفوا تحت عربيه وبينزلها عليه وبيمشي، وبيقول لابنه ما تخلص يا ابني. فبقول لابنه انت خبيت الشنط دي فين؟
قال له هقول لك الشنط فين، بس الاول في حفله عيد ميلاد واحده صاحبتي بكرش عليها وعايز الحق اقول لها قبل ما صاحب احمد رفعت يروح لها، وقال لي لو شفتك هناك هقتلك، وانا نفسي ادخل عليه وانت معايا واعرفه مين ابويا وان ابويا مفيش منه اتنين. قال له يا عم ماشي، وبيدخل حفله ومعاهم هديه. وبتكون سلمى بتزعل لسلطان عايزه تمشي، وبتقول للامن ان سلطان مركب في ايدها قنبله، فالامن بيشوفها كده وبيقول لها انت هتهرجي ده شاحن. فبيجي عليهم شكري واللي معاه وبيجروا وراهم كلهم، وبعدين سلطان بيركب موتوسيكل وبيخرجوا وبيركبوا العربيه، بس بيقابلوا سعاده وبيقول له خلاص كده مش هتلاقي حكايه تعرف تضحك عليا بيها علشان ذكرياتنا كلها خلصت مع بعض يا سلطان. فبقول له بصراحه انا زهقت ومش عارف اقول لك ايه، واما عدى عليه بالعربيه وبيسيبه وبيمشي. وبعدين بيقول لابنه هيلاقوا الشنط فين، فبقول له انا ما اعرفش بجد، انا رميتهم لما كنت بستخبي في العربيه. فبيفضل ابوه يزعق له، وبنته بتقول له ما تزعقش لاخويا كده، واحنا مش عايزين نفضل معاك اصلا، ودينا لخالتنا احنا ما كناش عايزينها، بس جوزها بيضرب فينا. فبياخدهم ويروح لجوز خالتهم ويضربهم. فمراته بتقول له حرام عليك يا اخي، ربي عيالك وعوضهم عن السنين اللي فاتت، بلاش ترميهم. قال لها يعني انا احن من امهم اللي سابتهم وراحت اتجوزت؟ قالت له دي ماتت من 6 سنين وانا اللي بعت الجواب لك. وقالت له انت عارف انها مريضه قلب زي ابنك ما وارث منها. فبيدخل العيال ويطمنهم انه مش هيسيبهم، وبيمشوا وابنه بينادي عليه وبيغمى عليه وبيقع وبياخدوه المستشفى. وبيطلع يشم هوا بره، والمره دي بتجيله بتقول له ان ابنه بقى كويس. وهو طالع بقى بيقابل شكري وصبري، بس بيعرف يخلع منهم وبيدخل لابنه ومش بيلاقيه، بس سوكا بيجيله وبيكون مع الولد وبيجروا منهم وبيركبوا العربيه وبيكون وراه سوكا، فما بيعرفش يسوق وبيدخل في فرح وبعدين مستشفى. وبيخبط في سعاده اللي بيكون متكسر وبيقول انا خلاص مش عايز اشوفهم ولا انتقم منهم، وهما بيكونوا وراه بيخبطوه وبتيجي الشرطه تاخدهم. وبقول لهم انا خلاص انا هعترف بكل حاجه. وبيروح لابنه في المستشفى بيقول له انا هعترف وهدخل السجن. فابنه بيوشوشه وبيقول له الفلوس في شنطه العربيه، انا مرميتش حاجه. فسلطان بيغير رايه وبيقول له يا باشا انا عايز اعرف انا عملت ايه، الناس بتتهجم عليا وانا كنت باخد حقي. فبعد ما بيخلصوا بيروحوا يشوفوا الفلوس في العربيه، والحمد لله مش بيلاقوها. وبتكون سلمى خدتهم وكتبت لهم جواب انها بتعوض نفسها وسافرت بيروت، وبيروحوا لها وهي بتبيع التمثال للخواجه، وبياخدوا منها التمثال وبيسالوها على الفلوس. فبتقول لهم والله صرفتهم على اللبس والخروجات والسفريه اللي ضاعت عليا. فالبابا بيقول لها مش المهم اتبسطتي، مش خساره فيك، الفلوس بتروح وتيجي والفيلم بيخلص لحد كده. اتمنى ان يكون تلخيص الفيلم عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا قصص السينما.